في موقع ما زلنا في موقع الاباطه الحر بنتابع معتصمين امام مبنى الاذاعه والتلفزيون. معانا الاستاذه نواره نجم. سبب تواجدك ايه النهارده؟ انا جيت امبارح اعتصمت هنا وجايه النهارده عشان ابلغ المعتصمين هنا ان احنا بكره ان شاء الله عاملين مليونيه في التحرير. المليونيه اسمها وحده وطنيه ضد امن الدوله. احنا كلنا عارفين مين المتورط في الجريمه دي، عارفين ان المتورط في جريمه كنيسه قبطيس هو اللي فجر كنيسه القديسين، وعارفين مين اللي هدفه ان هو يحطم ثوره 25 بانه يقسم الشعب اثنين مسلم ومسيحي. وعشان كده احنا هنعمل ان شاء الله بكره في ميدان التحرير قداس. الكنيسه الانجيليه جايه بالقداس وانا كنت جايه عشان خاطر اطلب انه الكنيسه الارثوذكسيه بما ان اللي تم الاعتداء عليها هي الكنيسه الارثوذكسيه، فكنت جايه اطلب ان الكنيسه الارثوذكسيه تعمل قداس بكره. بالنسبه للاعلام، هل ما زال مضلل الاعلام للموقف هنا المعتصمين؟ الاعلام المصري تحديدا. والله انا مستغربه شويه من صدمه المعتصمين هنا في الاعلام المصري. الاعلام المصري اللي قال علينا ان احنا بننزل التحرير نموت عشان خاطر وجبه كنتاكي وال50 دولار، ومش عارفه ليه مصدومين. يعني ما هو متوقع. رساله توجهها لكل المصريين بكره بتطالب منهم ايه؟ بكره المصريين كلهم كمصريين بصرف النظر عن دينهم نازلين بكره، وانا بوجه لهم كلهم نداء ثوره 25 على المحل. امن الدوله اللي هو العمود الفقري للنظام البائد بيرمي اخر كارت عنده اللي هو الفتوى الطائفيه. احنا في ايدنا ننجح الثوره دي واحنا في ايدنا نفشلها. لو فضلنا واحد مسلم وواحد مسيحي وواحد بيتكلم عن مطالبه بوصف مسلم وواحد بيتكلم عن مطالبه بوصف مسيحي ومحدش بيتكلم عن مطالب المصري، يبقى احنا بندعم امن الدوله ضد ثورتنا. لو بكره نزلنا مطلب مصري لتجميد امن الدوله ومحاسبه كل المتورطين في هذه الجرائم، يبقى احنا بنهد اخر قلعه من قلاع النظام البائد اللي عايشنا 30 سنه. استاذه نواره